السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل معاكم فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا النهارده هنعمل معاكم مكرونه سباكيتي وكبده مقليه. احنا النهارده اخر الشهر، يعني بندبر نفسنا باي حاجه بقت من اللي موجوده. ده ايه اكلات اخر الشهر. هنعمل معاكم مكرونه الاسباجيتي. هنقطع الوقت الطماطم، انا معايا يجي كيلو طماطم اهو. هفرمه في الخلاط وهعمل الثوم وهسبكها. وهنجهز معاكم، احنا حاطين ميه على البوتاجاز بتغلى للمكرونه. يعني العيال كلها، الاطفال كلها عامه بتحب المكرونه، فاحنا هنعمل لهم مكرونه النهارده. يا رب الفيديو يكون بيعجبكم، يا رب فيديوهاتنا تكون بتنال اعجابكم. وانا مانيش عارفه الاشتراكات بتاعتكم بتقل ليه. مفيش اشتراكات، مفيش تفاعل مع القناه. لازم نتفاعل معاها علشان القناه تكبر بيكم وبينا برضو. يعني احنا لازم هنكبر، بس لازم نكبر بيكم وبالاشتراكات بتاعتكم والتفاعلات بتاعتكم. هنفرم الطماطم دي في الخلاط وهجيلكم ان شاء الله واحنا بنعملها بنسبكها. وهنيجي واحنا بنسلق المكرونه النهارده بتاعتي اهي. انا بحب اصفي الطماطم بتاعتي اللي هي بتاعت المكرونه بتاعت اي طبخ عامه، يعني لازم تصفيها عشان التفل اللي فيه. مش عايزه تصفيها ما تصفيهاش، بس الاحسن بتصفي. انا بحب اسبك الطماطم بتاعتي بفص توم. احنا هنسبكها بفص توم بس، ما بحبش بصل. انا هصفي الطماطم اهي وهسبكها بالفص التوم. حطيت شويه زيت اهو عشان احمر فص التوم بتاعي، عشان احط الطماطم بتاعتي تتسبك الاول. حمر الفص التوم وحطيت الطماطم، خليه اصفر بس ما تحرقهوش. المكرونه بتبقى طعمها حلو بالثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احط الطماطم بتاعتي اهي. اهم حاجه عشان حموضه الطماطم معلقه سكر. هنغطي على الطماطم بتاعتنا لغايه ما تتسبك. عندنا هنا الحله فيها ميه بتغلي اهي للمكرونه، حاطه فيها ملح، وهحط فيها ايه شويه زيت صغيرين عشان المكرونه ما تلزقش مني. المكرونه الاسباجيتي عاوزه تكسريها كسريها، مش عاوزه تكسريها ما تكسرهاش، بس انا عيالي بيحبوها طاوله زي ما هي كده. عاوزه انت تكسريها بقى كسريها حتتين عشان تعرفي تاكليها. معانا هنا كيس مكرونه سباجيتي اهو. هنروح ايه حاطينه كده تستوي. على بس لما تستوي كده من تحت هتلاقي كل ده نزل. هنسيبها لغايه ما تتسلق قيمه يجي 10 دقايق، وهنطفي عليها وهرجع لكم اما الطماطم تتسبك ونعمل الكبده بتاعتنا المقليه. معاكم بقى دلوقتي الكبده المقليه. الكبده المقليه دي كبده وقنصه بس بتاعت فرخه اهي، ماهوش كتير. عايزه تعملي على المكرونه بطاطس شيبسي اعمل، بس انا هعمل لهم كبده. عايزه تعملي كفته بقى، جميع الحاجات اللي انت عايزه تعمليها على المكرونه اعمليها، بس انا هعمل لهم كبده مقليه. ديت كبده وقنصه بتاعت فرخه اهي. معايا هنا قرنان فلفل، بصلتين صغيرين، معايا هنا واحده كوسه، معايا هنا بيضتين اهو، ومعايا هنا الشبت بتاعي اللي انا مفرزاه في الفريزر اهو، بجيبه واقطعه واحطه في علبه كده في الفريزر. ومعايا هنا بهاراتي، معانا هنا شويه بهارات مشكله، حبهان ورق لورا عشان الزفره بتاعت الكبده. معانا هنا معلقه ملح، معانا هنا شويه فلفل اسمر. اقطع الحاجات دي كلها واحطها في قلب الخلاط. البتاع دي انت بتعمليها بتبقى جميله، بتقلها كده قراص على المكرونه، بيبقى طعمها حلو اهو. تغيير يعني، ما هوش حاجه يعني من اللي احنا بنعملها كل مره. هنقطع الكوسه بتاعتنا وهنقطع الفلفل وكله هنحطه في قلب الخلاط، هنضربه في الخلاط. وهرجع لكم اما نضربه في الخلاط هوريلكم القوام بتاعه بيبقى شكله عامل ازاي. اهي اتضربت معايا كلها اهي. اهي هنفضي كل اللي في الشفشق بتاع الخلاط. هي طبعا مش هتنفع تتقلى كده، سايبه شويه. عندك بقسماط حط بقسماط، ما عندكش بقسماط حط معلقتين دقيق، ما عندكش دقيق حط معلقتين نشا، اي حاجه تمسكها وخلاص. انا هحط معلقتين بقسماط وهقلبها اهو لغايه ما توصل للقوام اللي انا اعرف اخده بالمعلقه، وهقلبها. بترمي معاكي كميه حلوه، وهو ايه زي ما بيقولوا بفتك الغلابه. احنا مسمينها بفتك. شوفوا بقى انتوا عندكم في بلادكم مسمينها ايه اهو. والمكرونه بتاعتنا اتسلقت معاكم اهي. صفيتها وشطفتها نص شطفه بس، والطماطم بتاعتنا اتسبكت اهي. هنحط لها بقى البهارات بتاعتها. احنا ما حطينالهاش الا سكر بس. بتظبطي بقى الملح بتاعها
اهي القوام بتاعها ده بالنسبه لي كده مظبوط. اما هاجيلكوا بقى واحنا بنقليه عشان تشوفوا منظرها بيبقى شكلها ايه. البهارات بقى بتاعت المكرونه بتاعتي اهي. الصلصه بتاعتي اتسبكت، هحط معلقه ملح وبحط شويه بهارات مشكله. عاوزه بقى انت تحطي شطه حطي، عاوزه تحطي فلفل اسمر. انا بحبها بس بالبهارات دي بس، ما بحبش اكتر فيها بهارات عشان بحب طعم الصلصه ذات نفسها. اما بتكتري البهارات لا مؤاخذه، لما بتكتري البهارات بتاعتها بتغير طعم الصلصه، بتحس ان الصلصه كلها طعمها بهارات. هي سبكت معايا اهي. هنحط بقى هنظبط بقى في الحد بتاعها. وهاجيلكوا احنا بنحط المكرونه وبقلبها. انا ما بحبش اسويها، انا بحب المكرونه سخنه والصلصه سخنه واحطها عليها كده ايه. العيال بيحبوها كده مزلفطه، ما بيحبوهاش ناشفه. فانا هاجيلكم واحنا بنقلي الكبده واحنا بنعمل المكرونه بتاعتنا واوريكم الاكل النهائي. اهي هاخدها بقى كده بالمعلقه وبحط هنا في الزيت، ببططها شويه كده. ناخد تاني اهو واحطها في الزيت وبططها شويه، مش بتفك معاكي ولا حاجه. بعمله زي عجينه الطعميه كده بس سايبه عن عجينه الطعميه شويه اهي. بس ما بتبقاش طعمها يعني زي الطعميه، يبقى طعمها بقى الكبد تبقى حلوه بقى، بتبقى طعمها حلو على المكرونه. العيال عندنا هنا بيحبوها. هنقلها بقى والصلصه بتاعتي والمكرونه هجهز لكم بقى الشكل النهائي وهوريه لكم اما نخلص. حطيت المكرونه بتاعتي اهي على الصلصه وقلبتها اهي. هسيبها بس لغايه ما تسخن بس، وهروح مطفيه عليها. انا ما بحبهاش ناشفه. وهحط لها شويه زيت. لما اجي احط لها شويه الزيت هوريها لكم. الكبده بتاعتنا اهي طلعت اهي. هي بتعمل كميه كبيره بس انا هعمل على قدنا اللي احنا هناكل، ولسه فاضل منها كمان اهو يعمل كتير. هوري لكم بقى المكرونه بعد ما نخلص والاكل ده بعد ما نخلصه ان شاء الله. خلصنا معاكم الاكله بتاعتنا اهي، والكبده بتاعتنا اهي طلعت. هفتح لكم واحده عشان تشوفوها من جوه اهي. ما شاء الله بتبقى جميله وطعمها جميل، والعيال هيحبوها عن المكرونه عن البطاطس الشيبسي. يا رب يكون الاكل بتاعنا عجبكم، ويا رب يكون بنال اعجابكم. ويا ريت يعني تدعمونا باللايكات علشان القناه. احنا عندنا عدد المشاهدات اكتر من عدد المشتركين. لو كل مشاهد عمل اشتراك القناة هتكبر بكم. يا ريت كل مشاهد يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان نوصل لكم كل الجديد اللي احنا بنعمله، ونتشجع ونعمل فيديوهات احسن واحسن. وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم.